صوت مفيش أعذب ولا أحلى من كده، صوت القرمشة. ويا سلام بقى لما يكون في حاجة صحية، يبقى احنا كده حققنا المعادلة. النهاردة عاملة لكم خبز مقرمش بالحبوب الكاملة، مشبع لأقصى حد، نباتي وبدون بيض وبدون حليب، وعالي جدا في الألياف، وسهل جدا للتحضير، ومش هنلمس العجينة خالص. طريقة عمله وتسويته مفيش أسهل ولا أحلى من كده. هنعمل بس لايك وندعي لإخواتنا في فلسطين، ويلا بينا على الطريقة حالا. بسم الله هنبدأ. هجيب معايا الطبق اللي انا هحضر فيه، وهاخد حوالي نص كوباية من الشوفان الحبة الكاملة زي ما احنا شايفين كده، وبعدين هحط عليه نص كوباية من دقيق الشوفان. اجيب الشوفان زي ما شايفينه كده ده، بطحنه ومعاه دقيق سهل جدا. وعندي نص كوباية من حبوب متنوعة، دي قطونة على بذور كتان على يقطين على سمسم، يعني اللي موجود عندكم. لو مش موجود حطوا سمسم بس عادي يعني. ورشة كده بسيطة من الملح، وهحط عليه حوالي معلقة كبيرة ونص من زيت الزيتون. طبعا المخبوزات لما بتحط لها زيت زيتون بيبقى طعمها حلو وريحتها حلوة قوي بالشكل ده. ادي معلقة، وادي كمان نص معلقة بالظبط. ممكن نحط معلقة بس كمان، يعني مش لازم نص المعلقة التاني ده. اوكي، وبعدين هقلب كويس قوي. انا عايزه كل المكونات تدخل في بعضها وتشرب من زيت الزيتون، عشان ده بيساعد معايا ان العجينه تشكل كويس، وفي نفس ذات الوقت تقرمش، وكل جزء فيها تبقى مقرمشه. الوصفه دي انا بحبها جدا لما اكون عايزه اكل خبز وخايفه كده ابوظ الدايت، وعايزه حاجه سريعه ما يكونش فيها مجهود ولا تعب. الوصفه دي بجد هتحبوها قوي. خلاص بقت معايا بالشكل ده. طبعا ممكن ازود بقى اي توابل اللي انتوا عاوزينها. ممكن تحطوا مثلا قرفه كمان، تحطوا كركم، تحطوا كاري، اللي انتوا عاوزينه. خلاص، وهنزل عليها بحوالي نص كوبايه من الميه، ميه تكون دافيه. هقلبها كويس، ولو احتاجت ميه تاني هزود لغايه ما العجينه او الخليط يبقى انتوا شايفينه كده، بقى فيه نسبه ميه كده بسيطه. انا عايزاه كده، طبعا بيلزق جدا. هاخده واسيبه يمكن حوالي نص ساعه لغايه بس ما يشرب الميه كويس اللي جواه، ويبقى جاهز معايا. بصوا ده شكله بعد نص ساعه بالظبط. العجينه شربت الميه كويس قوي. هو الشوفان كده بيشرب الميه بطريقه غريبه طبعا، غير الحبوب اللي جواها ساعدت ان هو يشرب الميه اسرع يعني. بصوا ما شاء الله لمت في بعضها بسرعه ازاي. طبعا هتبقى صعب التشكيل، نشكلها بايدي بقى والكلام ده. الموضوع سهل جدا زي ما قلت لكم ان انا مش هلمس العجينه. هجيب صينيه الفرن واحط عليها ورق زبده ادهنه، او لو ما فيش مشكله عادي ممكن ادهن الصينيه اللي موجوده عندكم. خلاص، دي ورقه زبده كنت مستخدماها قبل كده، استخسرت ان انا يعني ارميها فهستخدمها تاني عادي جدا. هنزل عليها كده بالعجينه اللي عندي. بصوا ماسكه في بعضها ازاي وناشفه ازاي. هبتدي ان انا ابططها كده بالسباتشولا او بالمعلقه يعني. بس اجيب الاول شويه ميه، وهبتدي ان انا انزل فيه المعلقه، وابتدي ان انا افرد العجينه معايا بمنتهى السهوله. الميه هنا بتساعد ان الشوفان يسمع الكلام كده ويتفرد معايا بمنتهى السهوله، يعني فاهمين قصدي؟ بالشكل ده. السمك بيبقى رفيع بس مش رفيع قوي 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 زيادة عن اللزوم، يعني يبقى ملي كده عشان خاطر بس تقرمش معايا في الفرن وتكون سهله. خلاص كده بقت تمام. اتاكد بس ان كل الجوانب، واكون بقى يعني متاكده ان كله خلاص سوا بعضه، وتعمل معايا شكل المستطيل بالمنظر ده. هو ده اللي انا عاوزاه بالظبط. طب انا هشكلها امتى؟ مش دلوقتي خالص. طبعا في الوقت ده اكون مسخنه الفرن على اعلى درجه ممكنه عندي، عشان ده بيفرق معايا جدا في تسويه الخبز. ده بيخليه مقرمش كده ومظبوط معايا من كل الجهات زي ما احنا شايفين شكله كده. وممكن كمان ان احنا نحط عليه شويه من الحبوب الكامله اللي عندي، شويه ده كده، شويه من بذور القرع اللي عندي، وكمان شويه من بذور تبع الشمس بالشكل ده. ممكن احط شويه سمسم، شويه حبه البركه، شويه بذور كتان، اي حاجه عندنا. مش عايزين تحطوا خالص ما فيش مشكله، بس طبعا ده بيزود معايا جدا جدا القيمه الغذائيه، وفي نفس ذات الوقت بيشبعنا جدا 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 بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اوكي، وبعدين هجيب المعلقه كده معايا، ابتدي ان انا احاول ان انا اخلي البذور دي تثبت كويس معايا في العجينه بالشكل ده، عشان قلت لكم مش هنلمس العجينه خالص كله بالمعلقه. خلاص، هحطه في الفرن على درجه حراره 170. طبعا هقلل درجه الحراره ل 170، وبعد بالظبط 10 دقائق من ان انا حطيته فيها هبتدي ان انا اطلع العجينه. طب ما كده استوت؟ لا طبعا ما استوتش. انا عايزاها تكون يعني زي ما بيقولوا ايه كده بالعربي اتشمعت، عشان خاطر ابتدي ان انا يعني تكون مسكت نفسها شويه، والعجين لسه يكون قلبها ني، بس ان انا اقدر ان انا اشكلها بالشكل ده. فاهمين قصدي؟ يعني هي اصلا بتقعد في الفرن حوالي من 25 ل 30 دقيقه، بس انا اول 10 دقائق هطلعها واعمل فيها كده زي ما احنا شايفين.
هشكلها بالسكينه زي ما احنا شايفين كده. وممكن طبعا لو عندنا قطاعات تانية ممكن عادي، بس دي اسهل طريقه يعني عشان الناس اللي ما عندهاش قطاعات. هشكلها بالشكل ده تبقى زي الالواح كده او الشرائح، فاهمين قصدي؟ وابتدي ان انا اقطعها بالشكل اللطيف ده. وبعدين هرجعها الفرن تاني على درجة حرارة 170 لمدة 15 دقيقة الباقيين، وهتبقى معايا بالمنظر ده. مش هلمسها خالص، لما تهدى تماما هسيبها في الفرن، لما الفرن كمان تهدى طبعا بعد ما اطفيها، وهتبقى معايا في الاخر بالشكل ده، عبارة عن قطعة واحدة ومتقسمة، اقدر ان انا اشيل القطع بمنتهى السهولة. لكن لو انا ما كنتش عملت الخطوة دي كانت هتبقى يعني قطع مش متساوية وشكلها مش لطيف بصراحة. بصوا الشكل قمر ازاي، تجنن. موضوع سهل قوي 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 والله، مشبعة ولذيذة جدا. قطعة واحدة او شريحة واحدة على الفطار وقطعة على الغداء، يعني بجد هتقعدوا فترة طويلة جدا جدا شبعانين. شوفوا بقى كراكرز زي دي كده او مقرمشات زي دي او خبز زي ده، يعني بره لو بيتباع هيبقى بمبالغ طائلة. يعني نقرب ونشوف احلى تفاصيل. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بجد خبز من احلى واجمل انواع الخبز، وزي ما قلت لكم مشبع لدرجه يعني انا مش عارفه ازاي الوصفه دي كانت تايهه عني، ومن غير مجهود، وشكله تحفه. طبعا ينفع جدا ناخده معانا واحنا رايحين الشغل مثلا الصبح او في المدرسه او في الجامعه. هناخد منها مثلا قطعتين ولا حاجه، هنفضل طول النهار شبعانين ومبقاش شايلين هم ان احنا هناكل ايه ولا هنعمل ايه. اهم حاجه بس الخبز ده لما ندوقه ونجربه لازم نشرب وراه كميه ميه كبيره قوي، عشان السيدز والحاجات اللي هي جواها الحبوب دي تنزل بقى تنفش كده في معدتنا وتخلينا حاسين بالشبع لفتره طويله جدا جدا جدا. بصوا اسمعوا القطعه عامله ازاي، صوتها عامل ازاي، ولا صوت القرمشه يجنن. تحفة تحفة بجد، قرمشة عالية جدا وفعلا تحفة. أول ما تحس إن هو يعني مثلا القرمشة بتاعته كده مبقاش زي الأول، عادي نحطه شوية في الميكرويف أو نسخن الفرن جامد ونحطه في الفرن ونطفي الفرن بالظبط دقيقتين 3 هيرجع يقرمش تاني. طبعا نقدر نحفظه انتوا شايفين كده في علبة ونحطه في التلاجة ونقدر ناكل منه في أي وقت احنا عاوزينه، مبقاش شايلين هم خالص احنا يا ترى هناكل ايه أو خايفين نخرب الدايت. صدقوني الوصفة دي هتنقذكم بجد. هحط عليه بقى شويه كده من الجبنه اللي عندي او اللبنه، وبرده نقطه من القطمه الجميله كده، واسمعكم احلى سيمفونيه قرمشه في الوجود. كل مره احلى من التانيه. يا رب يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والتيك توك، وبحبكم جدا. اشوفكم المره الجايه على خير. سلام.